مبدئيا كده فيلمنا النهارده فيلم رعب، وانا متاكده ان شاء الله انه هيعجبكم. بس قبل ما ابدا الملخص ياريت تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناه لو انت لسه مش مشترك، وتفعل جرس الاشعارات علشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا نبتدي. بيبدا الفيلم بالاميره شيفانجي من عائله ملكيه اللي بتزور اهلها في الهند، وبتكون راجعه من لندن عشان تحكي لهم على اللي حصل لجوزها. هما كانوا مع بعض مبسوطين جدا وكل حاجة كانت ماشية تمام، لكن اتقلب الحال في يوم وليلة بسبب القلادة دي. جات لهم هدية من الهند وهم قاعدين في لندن، وفي ليلة القلادة دي بدأت تعمل كده، وبيقوم جوزها فيرسا في نص الليل، ومن هنا ابتدت حياتهم تتحول لجحيم. ولما بيرجع ينام في روح شريرة بتدخل جسمه بالشكل ده. وتاني يوم الصبح بيبتدي يحصله تشنجات وبتاخده المستشفى فورا، وكانت خايفة جدا وقلقانة. وهي قاعدة معاه في نص الليل في المستشفى بتتخض جدا لما بيبتدي يعمل جسمه كده. بتكون مخضوضة جدا عليه وبتنده الدكتور بسرعة، وجسمه بيكون بالشكل ده. وهي طبعا بتسأل الدكتور هو عنده ايه بالظبط، وبيقولها ان هو عنده مرض نادر جدا وملهوش اي علاج. وبنرجع تاني وهي بتحكي لأهلها وبتقول لهم أنا ما فهمتش غير حاجة واحدة بس، إن العلاج مش هيقدر يحل مشكلته. وهي معاه شافت شعره واقع على الأرض ورفعت دماغه. وفي نفس الوقت جالها مكالمة، كانت المكالمة دي من البيت. ورجعت بيتها تاني والخادمة بتاعتها بتقول لها إن زوجها مش محتاج أي طبيب أو مستشفى، لأن اللي معمول له ده سحر أسود. الأمير بيتعصب جدا وبيقول مين يستجرأ ويعمل سحر أسود لزوج أختي الأميرة. باباه بيحاول يهديه وبيقوله اهدى يا ابني، بطريقتك دي احنا مش هنوصل لحل. الحل ان احنا نقابل البابا، وانا متأكد ان احنا هنلاقي حل للسحر الاسود ده. وبيروحوا للبابا فعلا، وهو بيجيب لهم مراية وبيحط عليها الصورة، وبيقول لهم من المراية دي هتورينا انعكاس الروح الشريرة، وهيقدر انه يخرجها من جسد فير. لكن اللي بيحصل كالتالي، الروح الشريرة بتاخده لجوه المراية وبترميه لبره، وهو بيقول ان هو مش هيقدر يساعدهم لان الروح دي اقوى بكتير مما كان متوقع، وان هو كده مش هيقدر يساعدهم ابدا. وبيقول لهم مفيش غير شخص واحد على وجه الارض هو اللي هيقدر يساعدكم، والشخص ده بقى يبقى أجي سينج. وبيظهر بقى معانا أجي، شخص معروف ان هو بيفك الاعمال والاسحار وبيعالج الاشخاص. وبيكون بقى هنا رايح للبنت دي اللي بيكون فرحها بعد شهرين، وابوها بيترجاه انه يعالجها، وبيطلب منه ان هو يطلع بره علشان يتصرف مع العفاريت براحته. وهو بيعمل كل ده بدون اي مقابل مادي حتى، هو بس مجرد بيحب يساعد الناس. المهم البنت دي بيكون ساكنها روح شريرة، وهو بيعرف انه يخرج الروح دي منها. باباها بيشكره جدا، بيحاول انه يديله اي فلوس، لكن هو بيرفض الفلوس دي تماما، وبيقوله انا اتعلمت كل ده من معلمي مش عشان خاطر الفلوس، انما عشان خاطر اساعد الناس المحتاجة. وبعد كده بيرجع بيته وبيلاقي عمه، وبيقوله العربية الملكية هنا، اكيد في حاجة. عمه بيقوله الاميرة موجودة هنا وعاوزة تقابلك، لكن هو بيرفض. مع ذلك عمه بيقوله انا برضو هستناك. وبعد لما عمه بيمشي بيكون أجي متعصب جدا، وبيقعد يفتكر أحلى أيام حياته لما كان هو والأميرة بيحبوا بعض. في يوم كالعادة بتروح الأميرة علشان تقابل أجي في المكان اللي كانوا بيتقابلوا فيه دايما. مش بتلاقي أجي للأسف، بتلاقي زوج عمتها. بيقول لها أنا مش عارف عاجبك في إيه الشخص راعي الغنم ده، يا بنتي انت ليه مش بتبصي الناس من مستواكي. من الآخر كده جوز عمتها ده شخص مش كويس، بيحاول إنه يقرب منها، لكن فجأة بيجي أجي بيفضل يضربه وبيكون خلاص هيموته، لكن الأميرة بتمنعه. جوز عمتها بيحذره وبيقوله ده دم ملكي وأنا هدفعك تمنه غالي جدا. وبعد كده بيشتكي أجي وبيروحوا المحكمة، ومحامي أجي بيقول إن هو عمل كده علشان يدافع عن نفسه وعلشان يدافع عن الأميرة، لأن كان في ما بينهم علاقة. لكن المحامي التاني بينكر ده وبيطلب شهادة الأميرة، والأميرة بتقول إن مفيش ما بينهم أي علاقة، ولا علاقة صداقة ولا علاقة حب ولا أي حاجة، وهي أصلا ما تعرفوش.
وكمان بتقول ان هو حاول يتعرض لها واللي انقذها منه هو عمها. وبعد كده راح أجيه هو اللي اتهجم على عمها. في الوقت ده أجيه مش بيكون مصدق اللي بيحصل وبيقول لها انت بتكدبي، بيكون هيتجنن من كتر ما هو مصدوم في حبيبته، والمحكمة بتحكم عليه ب5 سنين سجن. بيقول لها هو انت عملتي كده ليه فهميني؟ بتقوله ببساطة لأن مفيش أهم من مكانة العيلة الحاكمة وأسرتها، حتى لو كان ده على حساب علاقتي بيك. وبنرجع تاني لأجيه وهو قاعد بيعيط. معلش يا حبيبي، محدش بينجرح قوي غير لما بيضرب عم الأميرة قوي. وبتكون الأميرة والعربية الملكية لسه واقفين بره. بيطلع أجيه وبيزعق وبيكون فاكر إن عمه هو اللي مستنيه، وبيقوله يلا امشي لأن أنا مش هاجي معاك. فبيجري بسرعة ناحية العربية وبيلاقي إن الموجودة في العربية دي تبقى الأميرة مش عمه. في اللحظة دي بتبتدي ما بينهم نظرات العتاب المتبادلة، وبتقوله أنا عارفة أنت ليه مش عايز تشوفني، لكن أنا بجد محتاجة مساعدتك ولازم تيجي معايا لندن علشان تنقذ حياة جوزي. بيقولها دلوقتي بتطلبي المساعدة من راعي الغنم اللي ما كانش عاجبك زمان وكان وحش، اللي رفضتي حبه وذلتيه زمان. بتقوله ايه ذنب شخص التالت المسكين؟ اللي حصل ده حصل ما بيني وما بينك، وجوزي ملهوش اي ذنب. انا سمعت كمان انك اتعلمت كل ده علشان تنقذ الناس وتساعدهم، حتى انك كمان مش بتاخد اي مقابل مادي. بيقولها فعلا كلامك مظبوط، انا بعمل كل ده مجانا علشان اساعد الناس، لكن انا لو جيت وساعدتك هاخد منك مبلغ كبير جدا. بتقوله انا ما عنديش اي مشكلة، وروح جوزي اهم من حياتي حتى. وفعلا بيروح معاها لندن، ولما بترجع البيت بتشوف حالته وبتكون صعبة جدا، وبتتخض جدا لما بتشوف حالته كده. وبيقولها احنا قدامنا اسبوع بس علشان نقدر ننقذه، ولو اتأخرنا اكتر من كده هيكون مستحيل ان احنا نقدر ننقذ حياته. وهي بتقوله طب انا اعمل ايه علشان نقدر ننقذ حياته؟ هو بيقولها اهم حاجة بس ان احنا نوديه البيت ونخرجه من هنا. لكن الأميرة لما بتحاول ان هي تخرج جوزها من المستشفى، الدكتور بيمانع ده. ولما بتسأل الدكتور ليه ما ينفعش يخرج، بيقولها لان قوانين المستشفى ما تسمحلوش بالخروج لان حالته ما تسمحلوش بكده، وانه لو خرج هي هتكون المسؤولة الوحيدة عن حالته. بيقولها أجي تمام، اطلبي منهم ان احنا نعالجه ونعمل له كل حاجة هنا. بياخدها وبيروحوا السوق وبيجيبوا لحمة، وبيقولها ان في نوعين من الارواح اللي بتسكن اي بني ادم، نوع طيب ونوع شرير، وايا كان الروح الشريرة فهي ما بتتوقفش ابدا عن مطالبها حتى لو فرقت الجسد. الدكتور بيكون مستغرب جدا ان هي لسه بتؤمن بالحاجات دي رغم التطور العلمي جدا. وأجي بيبدأ يعمل الطقوس وجسم جوزها بيمشي لتحت بالشكل ده. وبعد كده بيتفاجئوا جدا لما بيشوفوا الظل المرعب ده وهو بياكل اللحمة النية. مراته بتكون مقهورة جدا على حالته. أجي بيحاول انه يطمنها ويقف جنبها بكل الطرق. بيقولها فكري معايا كده، الروح الشريرة دي انت قالت له عن طريق ايه؟ تسأله انت قالت له ازاي يعني؟ مش فاهمة. بيقولها يعني مفيش اي حاجة، دخلت البيت من فترة قريبة جديدة. قالت له ايوه افتكرت، جالنا هدية من الهند وهو العقد ده. ولما أجي بياخده بيحطه في ايديه وبيبتدي يقول عليه اذكار بالطريقة دي، ايديه بتسود جامد جدا بالشكل ده. وهنا بقى بيعرفوا ان العقد ده هو السبب، وبيقولها ان هو لازم يرميه في نهر قريب من هنا. بيقولها لازم نرمي العقد ده بالليل. ولما بيجي الليل بيقولها الموضوع هياخد 15 دقيقة بالظبط، لازم أبدأ الساعة 3، وأول لما أنا أبدأ أرمي العقد انتي لازم تفضلي هنا تقولي الأذكار، ولو وقفتي ثانية واحدة الروح هتيجي ورايا وهتوقفني. بتقوله أنا هعمل المستحيل علشان أقدر أنقذه، وأكيد هفضل أقول الأذكار. وفعلا بتبدأ إن هي تقول الأذكار اللي هو قالها عليها، وأجي بيتحرك بسرعة علشان يرمي العقد ده في النهر، وهي بتستمر في إن هي تقول الأذكار. أجي وهو في طريقه السواق اللي بيكون واخده بيعمل حادثة، فبيروح هو وبيجري بسرعة بنفسه. بيخلص وقت الأذكار والربع ساعة بتعدي، فكل حاجة بترجع طبيعي، وجوزها بيخرج بالشكل ده وهو في حالة طبيعية جدا. بتجري عليه وبتكون مش مصدقة وبتحضنه، لكن لما بتركز على الساعة بتلاقي ان كل ده كان مجرد وهم، فبتتخض جدا. وبيطلع ان اللي حاضنها ده هو الروح الشريرة. بتجري بسرعة وهي خايفة، وبتلاقي جسم جوزها موجود في الأوضة زي ما كانوا. وهنا خوفها بيزيد أكتر وبتنهار في العياط. وأجي بيكون عند النهر ومعاه القلادة،
وهنا بقى بنعرف نوايا أجيه الحقيقية، وبتبدأ متعة الفيلم بجد. وبيكون شفا زوج الأميرة في العقد ده وهو بيرميه، ومن غيره عمر ما السحر ما هيتفك. وهنا بقى بنعرف ان هو اللي عمل السحر ده لجوزها، وان وجوده هنا كان بيزيده ضرر مش بيعالجه. بعدين بيروح وبيقابل الأميرة وبيبين لها ان هو ندمان لانهم غلطوا في الطقوس اللي هما كانوا بيعملوها، وغلطة واحدة بس ضيعت كل حاجة. وهي بتقوله ان هي بتثق فيه جدا، وبيقول لها احنا لازم بقى نشوف حل تاني، لازم نعرف اساس السحر ده جاي منين بالظبط. بعدين بيروح عند جوزها وبيحط الليمونة دي على جسمه، وبيقول للأميرة ان هو هيرمي الليمونة دي وهي لازم تلاقيها، لانه من خلالها يقدر ان هو يتواصل مع اي روح طيبة تساعدهم. وبيقول لها لازم ناخد بالنا كويس جدا، لان ممكن الروح الساحرة تهجم علينا. وفعلا أجيه بيرمي الليمونة، وبتبدأ الأميرة تتحرك علشان تجيبها. المكان كله بيكون مظلم ومرعب. وعلى الناحية التانية بقى أجيه بيكون هو اللي بيتحكم في كل حاجة. ولما الأميرة بتلاقي الليمونة على جسم واحدة بتحاول إن هي تقرب منها، فبتتقلب جدا بالشكل ده. طبعا الخادمة بتاعتها بتتخض عليها جدا وبتجري، لكن أجيه بيقول لها ما ينفعش تتحرك علشان كل حاجة تمشي مظبوط. وبعد كده الليمونة بتدخل الحمام، وطبعا الأميرة بتروح وراها، لكن أجيه هو اللي بيكون بيتحكم في كل ده وبيغير مكانها كمان. الأميرة بتقدر إن هي تمسك الليمونة، لكن بعد كده بتسود وبيظهر خيال وراها بيضربها جامد جدا على راسها بالشكل ده. بتكون مرعوبة جدا، وطبعا كل ده من تخطيط أجيه اللي فاكرة ان هو بيساعدها. وبتقدر اخيرا ان هي تمسك الليمونة في الجو المرعب ده، وبتروح لأجيه، وأجيه بياخدها منها وبيحطها على ورقة مكتوب عليها حاجات كده اللي بتوضح ان في واحد اسمه سبحان غير هو اللي باعت الروح الشريرة دي، وان هو من عيلة الأمير. طبعا الأميرة بتتعصب جدا وبتقول أنا مش هسيبهم في حالهم، إزاي يتجرأوا ويعملوا كده. لكن أجيه بيهديها وبيقول لها انتي مفيش حاجة في إيديكي، وحتى لو عملت لهم حاجة مش هو ده الحل اللي هيرجعلك جوزك. هي فعلا بتشوف إن كلامه صح، بيقول لها ما تقلقيش، انتي كل اللي عليك إنك تفضلي هنا جنب جوزك وأنا هتصرف، وأنا بوعدك إن أنا هفضل جنبك ومش هسيبك، وهحللك كمان مشكلتك. وبيستعد علشان يسافر، وقبل ما بيمشي الأميرة بتشكره جدا وبيقول لها بتشكروني على ايه؟ انا ما بعملش كل ده علشانك، انا بعمله عشاني، اقصد يعني انا ملتزم جدا بعملي ولازم اخلصه. بعد لما بيمشي أجيه الأميرة بتقعد جنب جوزها وبتفتكر احلى لحظات حياتها اللي هي كانت عايشاها معاه، وبتفتكر كل حاجة ان هي كانت ماشية تمام الا بعد ما لبست العقد ده. وبتجري بسرعة بعربيتها وبتروح ورا أجيه، وبتلحقه على اخر لحظة قبل ما يسافر ويركب القطر. وبتسأله وهي مستغربة أنا ما قلتلكش على اسم صاحب العقد ده؟ وبعدين بتضربه بالقلم وبتقوله وهي مؤسفة جدا أنا كنت فاكرة إن عيلة جوزي هي الأكبر عدو ليا، لكن ما كنتش أعرف إن أكتر شخص بثق فيه هو أكتر عدو ليا. وبيقول لها أيوة أنا اللي عملت كده، وبعدين انت اللي بدأت العداوة دي معايا مش أنا. اتهمتيني في المحكمة وهنتي حبي ومكانتي وسجنتيني سنين، وعملتي كل ده علشان ايه؟ وانا عملت كل اللي انا عملته ده علشان انتقم واريح قلبي، وجيت هنا علشان اكمل اللي انا ابتديته، ورميت العقد في النهر وخلصت مهمتي. وهي بقى بترد عليه وبتقوله هو انت فاكر بس انت اللي اتعذبت لوحدك وانا ما اتعذبتش زيك؟ انت عايز تعرف بقى انا كدبت ليه في المحكمة وايه اللي حصل وقتها؟ كان باباها الملك متعصب جدا من جوز اخته، ولو كان بايديه كان قتله وشرب من دمه، لكن ما ينفعش لانهم عيلة ملكية وهيتفتحوا. فاخوها كان متعصب جدا وكان هيروح يقتل أجيه، لكن الأميرة اتوسلت له ومسكت في رجليه جامد ومنعته، وقالت له أرجوك ما تعملش حاجة، أنا المذنبة وأنا الغلطانة، لو عاوز تعاقب عاقبني أنا اللي استاهل العقاب مش هو. وراحت لباباها أرجوك يا بابا ما تقتلوش أجيه، أنا هطلب منه إن هو يمشي بعيد وأكيد هيمشي، أنا عمري ما طلبت منك حاجة يا بابا، اعتبر إن ده أول طلب وآخر طلب. الملك بيقولها تمام ماشي، لو عاوزة تحافظي على حياته وتحافظي على شرف العيلة يبقى لازم تعملي كل اللي احنا هنقولك عليه بالحرف. وفي اللحظة دي أجيه بيراجع حساباته من تاني وبيقولها ليه ما قلتليش؟ هي بتقوله أنا كنت كل ما أجي أقابلك كانوا يهددوني بالسلاح. الأميرة بترجع تكبر في نظره تاني، وإن هي ضحت بكل ده علشانه وعلشان خاطر حياته. أجيه بيحس بالذنب جدا وبيتضايق من نفسه لأنه كده كان هيقتل جوزها،
بعد اللي هي عملته عشانه وعلشان تقدر تنقذ حياته. بيقول لها من دلوقتي انا لو هحارب اكبر الشياطين علشان انقذ حياة جوزك انا هعمل كده، انا بوعدك اني ارجعهولك. بيرجعوا تاني عند الامير وبياخدوا منه الخاتم ده وبيحطه في الازازة وبيفضل يقول كلام كده، وبتيجي الروح الشريرة مختفية بالشكل ده لحد ما بتدخل الازازة. اجي بيقفل عليها بسرعة بالشكل ده وبيروحوا المقابر وبيدفنوا الازازة دي في الارض. وخلاص لسه هيمشوا لكن الروح بترجع تخرج تاني بالشكل ده. بيحاولوا انهم يجروا بسرعة لكن الروح بترجع بسرعة جامد وبترجعه لورا وبيفقدوا السيطرة تماما. الروح دي بتفضل تعذب أجي والأميرة بتكون خايفة جدا ومش عارفة تعمل ايه. وبيفوق وهو مخضوض جدا وبيقول لها وهو في حالة من الأسف ان انا ما كنتش عامل حساب اللحظة دي، الروح اللي انا بعتها علشان تكون في جسم جوزك للأسف ما بقتش تحت سيطرتي. وبيكون مفيش قدامهم وقت وبيقول لها مفيش غير حل واحد، اني ارجع بالزمن لورا واقابل المعلم بتاعي علشان يقول لي ايه الحل. وفعلا اجي بيعمل كده وبيقابل المعلم بتاعه. بعد لما بيخلص كلامه معاه بيروح للأميرة وبيقول لها ان المعلم عرفه ايه الحل وان هما هيروحوا مؤسسة دينية محدش بيروح لها. والسواق بتاع الأميرة بيقول لها ان في كنيسة هنا متحطمة ومحدش بيروحها. وهما فعلا بيتحركوا للمكان ده. وهما في الطريق الأميرة بتشوف الخاتم اللي هي كانت مقدمه له هدية لسه في ايديه لحد دلوقتي. طبعا بتستغرب جدا وهما الاتنين بيكونوا زعلانين جدا. بتشوف قد ايه هو بيحارب عشانها لحد دلوقتي. بيوصلوا على المكان، في ست بتكون هناك بتقول لهم انا اللي مستنياكوا. بيسألوها انت مين؟ بتقول لهم انا اللي المفروض انتوا تقابلوها. المهم الست دي بتديهم سكاكين وبيحطوا جسم الأمير، وأجي بيقول لها ان السكاكين دي هتقول لنا نعمل ايه بالظبط. وبيحط اول واحدة في الساعة الرملية اللي معاه، وفي روح شريرة بتبتدي تتجول في المكان وبتكون مرعبة جدا. وبيكون اخرهم الوقت اللي موجود في الساعة الرملية دي. بيحط التاني سكينة في المراية وبيقول ان وظيفة السكينة التانية ان هي فتحت باب للعالم التاني، ودلوقتي الخطوة اللي بعد كده ان يدخل بالسكينة التالتة للعالم التاني ويطعن الروح الشريرة بالسكينة. وبعد لما يقدر يطعنها هياخد العقد ويرميه في النار، وكده كل حاجة ترجع لطبيعتها. بتقوله طب ولو الروح خرجت وحاولت تهاجمني؟ بيقول لها امسكي جوز الهند ده كويس جدا وما تسيبوهوش، وطالما هو في ايدك صدقي هتبقي بامان. وقبل ما بيدخل بيقول لهم خلي بالكم. وقبل لما بيدخل للعالم التاني بيقول الخدمة خلي النار موجودة. وفعلا أجي بيدخل للعالم التاني من المراية، وأول لما بيدخل في حاجة بتقع عليه من السقف، ونفس اللي بيحصل في العالم التاني بيحصل برضو في المكان اللي موجودة فيه الأميرة. أجي بيكون ماشي بالسكينة والروح بتكون حواليه في كل مكان بس هو مش شايفها. فجأة بتهاجمه جامد جدا وكل حاجة بتحصل عنده برضو بتحصل عند الأميرة. الوضع بيتوتر جدا بالشكل ده. وللأسف جوز الهند بيقع من ايد الأميرة وأجي بيفقد الوعي لكنه بيقوم تاني وبيكون العقد في ايده، وبيقدر من خلال العقد ده ان هو يظهر الروح الشريرة قدامه وبيطعنها بالسكينة. وبياخد العقد بسرعة علشان يديه للأميرة لكن الروح بترجعه تاني وبتمنعه وبتخنقه جامد جدا، لكن هو برضو بيعرف يحدف لها العقد. بتكون الروح بصلها ومرعبة جدا بالشكل ده، والأميرة بتكون خايفة جدا لكن هي بتجري على النار علشان ترميه. وبتكون الروح هتخرج للعالم عند الأميرة علشان تمنعها من ان هي تحرق العقد، لكن في اللحظة الأخيرة أجي بيكسر المراية بسرعة والأميرة بتصرخ عليه، وفي اللحظة الأخيرة أخيرا الأميرة بتحرق العقد وبترميه في النار والروح بتتبخر بالشكل ده. أجي بيبص للأميرة في نظرات الوداع الأخيرة وهما الاتنين بيكونوا في منتهى الحزن. في اللحظة دي جوزها بيبتدي يرجع طبيعي وكل حاجة بترجع طبيعي، وهي مش بتكون مصدقة نفسها وبتجري عليه وهي مبسوطة جدا وبتحضنه. وهنا بقى أجي بيكون بيتلقى أنفاسه الأخيرة وبيفتكر حبيبته الأميرة وأجمل ذكرياته اللي عاشها معاها.
بعد أسبوعين الأميرة بتلاقي الورقة اللي من خلالها اتواصل أجي مع المعلم بتاعه، وعرفت إن أجي المعلم قاله إن الحل الوحيد عبارة عن إن الروح دي مش هتمشي غير لما تاخد الروح اللي هي عايزاها، ولو هو مستعد إن يديها روحه فهو ده الحل الأخير. فعلا أجي وافق وقال أنا مستعد أضحي بحياتي علشان خاطر سعادتها، ورجعت للأميرة سعادتها وحياتها مع زوجها. وأجي كبر جدا في نظرها. صحيح نهاية الفيلم حزينة شوية لكن فيها رقي جدا، لأن حب أجي للأميرة فضل موجود حتى بعد ما هي بعدت عنه واتجوزت شخص غيره.